مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. تنظيم منتدى تعليمي في مديرية مقلو. تنظيم دورة تدريبية في الإدارة والقيادة للطلاب في كلية حمل مالو الزراعية. التبرع ب 190 كيس دم في العاصمة أسمرة. الأمم المتحدة تحذر من خطورة تصاعد العنف في الشرق الأوسط. قرض أوروبي ضخم لأوكرانيا من فوائد أصول روسية مجمدة. أعمال العنف تتفجر بين عصابات المخدرات في المكسيك. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. نظم مكتب التعليم في مديرية مقلو منتدى يوم 19 من سبتمبر حول تحسين مشاركة الطلاب ورفع جودة التعليم، شارك فيه إدارات الضواحي والأعيان وأولياء الأمور والطلاب والمعلمين. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ صالح داود بأن 21 مدرسة و5 نقاط برنامج عريوت تقدم الخدمات التعليمية للشعب، ورغم ذلك يوجد نحو 4200 طفل في عمر التعليم لم يلتحقوا بعد بمقاعد الدراسة، وأقل هم المكملين للمرحلة الثانوية. ويهدف المنتدى بحث هذه التحديات وإيجاد الحلول لها. ودعا مدير مديرية مقلو المقدم أمان إلياسو إلى القيام بدراسة تبدأ من الأسرة للحد من نسبة انخفاض المشاركة في التعليم. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في إقليم القاشبركة الأستاذ محمد علي إبراهيم الفرص التعليمية الموجودة، داعيا إلى تعزيز دور المجتمع في رفع المشاركة وتحسين الكفاءات ماشيا مع الاستثمار الجاري في التعليم. وذكر رئيس مجلس إقليم القاشبركة السيد عثمان محمد علي والمدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية السيد فرانكو كوبابا إلى تنفيذ كفاءة التعليمات واللوائح الداخلية الصادرة لتحقيق النتائج المرجوة، وقيام إدارات الضواحي بدور رائد لدخول الأطفال في عمر التعليم إلى المدارس والحد من مقاطعة التعليم. وأشارت النقاشات إلى أسباب ومصاعب انخفاض المشاركة والكفاءة وتقديم مقترحات الحلول. نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة دورة تدريبية في الإدارة والقيادة في كلية الزراعة بحمل مالو ل 75 طالبا من المدارس الثانوية في إقليم عنسبة في الفترة من السادس وحتى التاسع من سبتمبر. تضمن التدريب المقدم للطلاب الذين شاركوا في دورة العلوم الاجتماعية في شهر فبراير 2024 التعرف على التحديات والمصاعب التي تواجه برامج الاتحاد وسبل حلها. وذكر مسؤول الاتحاد في إقليم عنسبة السيد الزازي برختعب أن التدريب ركز على الإدارة والقيادة وتأثير ضغط الأقران والتاريخ الإريتري واستخدام الوقت وإدارته والتقنيات التنظيمية. ودعا حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى الطلاب للاستفادة من فرص التدريب التي يتم تنظيمها من وقت لآخر لتغيير أنفسهم وبيئتهم. في غضون ذلك تم الاحتفال يوم 8 من سبتمبر في كلية حمل مالو الزراعية باليوم العالمي للشباب تحت شعار قدراتنا ومهننا وعلمنا لجماهير شعبنا بتنظيم مسابقات المعلومات العامة والأدب. تبرع أعضاء جمعية المرافق الخدمية السياحية وأعضاء مستشفى أوروتا الوطني المرجعي ب 190 كيس دم لتنمية محتوى بنك الدم الوطني. وقد تبرع أعضاء جمعية المرافق الخدمية السياحية ب 120 كيس دم خلال برنامج التبرع بالدم الذي نظم خلال الفترة من السادس عشر وحتى 21 من سبتمبر بمناسبة يوم السياحة العالمي. وقال رئيس الجمعية السيد سلمون قرماي أن هذه هي المرة الثالثة التي يتبرعون بها بالدم بشكل جماعي هذا العام. كما تبرع أعضاء مستشفى أوروتا الوطني المرجعي ب70 كيسا من الدم يوم 21 من سبتمبر. وقال السيد نقاسي يتبارك منسق البرنامج أن هذه الخطوة اتخذت بعد التوصل إلى اتفاق لتنظيم التبرع بطريقة جماعية تشرك كافة الأعضاء، ولديهم برنامج للتبرع مرتين سنويا في المستقبل. من جانبه أشاد مدير مستشفى أوروتا الوطنية المرجعية السيد تولي يوهنس بالمبادرة الجماعية للأعضاء، وأعرب المتبرعون بالدم عن ارتياحهم لمبادرتهم في إنقاذ حياة المرضى الذين يراقبونهم عن كثب، ودعوا جميع شرائح المجتمع إلى أن تحذو حذوهم. وفي ذات السياق تبرع أيضا أعضاء إدارة الجوازات والجنسية ب 37 كيسا من الدم في 20 من سبتمبر. قام المزارعون في دار الضاحية تيلوك في مديرية الشعب بحراثة مزارع 17 أسرة الشهيد بالنفير الجماعي. وأوضح مدير الضاحية السيد محمد إدريس حمدان زراعة 32 هكتار من الأراضي ضمن البرنامج في قرى تيلوك وبسيس وشليق وأوحيتاي.
وأكد المزارعون بأن برنامج مساعدة أسر الشهداء ظل ينظم باستمرار وأنهم يشعرون بالرضا لكونهم جزءا من هذا العمل النبيل. وأعربت أسر الشهداء عن امتنانها بالمساهمة التي وجدتها من المزارعين. اندلع مساء يوم أمس حريق في متجر لأدوات البناء بالقرب من مركز الشرطة الثاني، وتم إطفاؤه بتعاون وحدة الإطفاء والشعب. ولم يحدث الحريق الذي وقع في الساعة 8 مساء الأضرار بالأرواح، لكنه أوقع أضرارا كبيرة في الممتلكات. وذكر مسؤول قسم القانون والنظام في الإقليم الأوسط العقيد تسفا ميكائيل تسفاسيون تحريك 7 سيارات إطفاء عملت ل3 ساعات لإطفاء الحريق. وأفاد قائد شرطة الإقليم الأوسط المقدم جرماي جبر ميكائيل وقائد شرطة المركز الثاني تسفا للدت في السهاسيون أن التحقيق جاري لمعرفة أسباب الحريق. وتفيد المعلومات بأن المواد في متجر أدوات البناء الذي يبيع بالجملة وتشمل الأخشاب ودهانات الطلاء مع سوائل خلط الدهانات والوقود وأنابيب المياه البلاستيكية الكبيرة ومضخات المياه ومحركات مولدات الطاقة وغيرها من الممتلكات قد دمرت بالكامل في الحريق. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصيد العالمي. حثت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماي أندي كارلو جميع الدول التي لها نفوذ على إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية على استخدام ذلك النفوذ الآن لتجنب تصاعد العنف في الشرق الأوسط. وحذرت من أن استمرار العنف ينذر باندلاع صراع أكثر تدميرا مما نشهده الآن. وطلعت دي كارلو مجلس الأمن على أحدث التطورات بعد الهجمات التي انفجرت فيها أجهزة اتصال لاسلكية لحزب الله، مما أدى إلى مقتل 37 شخصا وإصابة الآلاف. ويعتقد أن الهجمات نفذتها إسرائيل التي لم تؤكد أو تنفي ضلوعها في الأمر. واتهم وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب إسرائيل بتنفيذ الهجمات الإلكترونية التي استهدفت آلاف أجهزة الاتصال المحمولة في لبنان. وقال أمام مجلس الأمن: لم يعد أحد في هذا العالم بأمان. وعرض أمام أعضاء المجلس صورة كبيرة ليد ملطخة بالدماء وأصابع مفقودة. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيمنح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 35 مليار يورو لمساعدتها في الحرب مع روسيا. وأعلنت فوندير لاين القرض في أثناء زيارة إلى كييف، وأوضحت أن ذلك هو جزء من خطة أوسع نطاقا بين مجموعة الدول الصناعية ال7 الكبرى لجمع أموال من عوائد الأصول الروسية التي جمدتها. في المقابل، قالت وزارة الخارجية الروسية أن الاتحاد الأوروبي فقد عقله ويسلك مسارا مدمرا بتخصيص أموال إضافية لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا. وكررت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تأكيدها على أن الاتحاد الأوروبي فقد استقلاليته وأصبح خاضعا لأهداف واشنطن، قائلة أن بروكسل تفقد كل سلطتها في هذه العملية. قالت السلطات المحلية في المكسيك أن حوالي 53 شخصا قتلوا وفقد 51 آخرون في ولاية سينالو بقرب المكسيك منذ أن بدأت الاشتباكات بين الفصائل المتنحرة في كارتل سينالو، ولم تظهر أي علامات على تراجع العنف المروع. ويعود سبب الصراع بين أقوى فصيلين في عصابة سينالو كارتل، وهي عصابة مخدرات، إلى شهر يوليو عندما ألقي القبض على المهرب الأسطوري وزعيم إحدى تلك المجموعات إسماعيل إلمايو زامبادا في الولايات المتحدة. ومنذ اندلاع القتال في 9 سبتمبر عطل إطلاق النار الحياة اليومية في العاصمة كولياكان، حيث اضطرت المدارس إلى إغلاق أبوابها في بعض الأيام، بينما أغلقت المطاعم والمتاجر أبوابها مبكرا. وقال حاكم ولاية سينالو روبان روشا مويا أن أكثر من 40 شخصا اعتقلوا في الأيام الأخيرة. واعتقل الجيش المكسيكي الذي يكافح من أجل تهدئة العنف رئيس الأمن المزعوم لإيفيان إرشيفالدو جوزمان. وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أن الولايات المتحدة مسؤولة جزئيا عن عدم الاستقرار لأنها نفذت هذه العملية. في الخبر الأخير، أفادت وسائل إعلام صينية أن الصين أطلقت بنجاح 6 أقمار صناعية من مجموعة جيلين واحد لسبر الأرض عن بعد. ووفقا لصحيفة الشعب الصينية، فإن الأقمار الصناعية أطلقت بواسطة صاروخ النقل من مطار تايوان الفضائي بمقاطعة شانشي الشمالية. وأضافت أن إطلاق هذه الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض للاتصالات يهدف إلى تعزيز مكانة جمهورية الصين الشعبية كقوة فضائية قوية. وبينت الصحيفة أن الصين تعمل بنشاط على تطوير برنامجها الفضائي الوطني وتطوير أقمار صناعية
وتقنيات للإرصاد الجوي والاتصالات والملاحة مصممة لاستكشاف القمر وتخطط لتحقيق 100 إطلاق في عام 2024. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تنظيم منتدى تعليمي في مديرية مقالوم. تنظيم دورة تدريبية في الإدارة والقيادة للطلاب في كلية حمامات الزراعية. التبرع ب 190 كيس دم في العاصمة أسوان. الأمم المتحدة تحذر من خطورة تصاعد العنف في الشرق الأوسط. قرض أوروبي ضخم لأوكرانيا من فوائد أصول روسية مجمدة. أعمال العنف تتفجر بين عصابات المخدرات في دولة المكسيك. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.